يا ترى السولو ليفلنج عامله ايه دلوقتي؟ ما تيجي ناخد بص. هلا والله يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. طبعا يعني احنا بقالنا قرن من الزمن ما لعبناش. انا عامل تحدي، والتحدي ده هو تحدي الرجوع لسولو ليفلنج. وانا مش بتكلم عن نفسي انا بس، لا، انا بتكلم عن ناس كتيره جدا هترجع لسولو ليفلنج. والموضوع بسيط جدا. كل اللي عليك تعمله عشان تخش التحدي ده ان انت تكون بقالك فترة كبيرة جدا ما لعبتش اللعبة، وتقرر ان انت تنزل وتحاول توصل للمحتوى الجديد بتاع اللعبة في اسرع وقت. وطبعا يعني مفيش تحدي من غير جايزة، فخلينا اقول لكم ان هيبقى فيه جوائز قوية جدا. دلوقتي بمنتهى البساطة انا مثلا على الحساب ده بتاعي الليفل بتاعي ليفل 63. حلو. طيب انا في الستوري هنا قد ايه؟ يعني انا لو جيت في الستوري بتاعه سون جين ووز، يا نهار ابيض، يعني انا مش عارف اي حاجه في اي حاجه حاليا. فين الستوري؟ وديتوها فين؟ ودوا الستوري فين؟ ستوري ايه ده؟ مكانها اهو. المنيو كبرت قوي ما علينا. المهم يا جدعان، انا على الحساب ده في شابتر 17. حلو. الباقي كله يعتبر خلصان. انا في شابتر 17. تمام. عشان اوصل لاخر كونتنت او اخر محتوى، وهو هيكون المحتوى بتاع شابتر 23 ونص. طيب، او يعني هنا بقى 23 بقى العادي لان ده بريفيو. طيب فانا هحاول على قد ما اقدر في اسرع وقت ان انا اوصل لشابتر 23 في اسرع وقت. طيب ايه التحدي بالظبط؟ التحدي يا سيدي ان انت لو بقالك فتره ما لعبتش سولو ليفلنج، هتحاول برضو ترجع تاني وتكتب لي انت فين في شابتر كام، وفاضل لك كام شابتر عقبال ما توصل للي هو الشابتر الجديد اللي هو ذا انت او اللي هو ذا انت كينج ده. واسرع واحد هيوصل لذا انت كينج، وفي يعني في ما بينه وما بين الشباتر الجديده جاب، اسرع واحد فينا كلنا يعني انا هحاول، واسرع واحد هيكسبني، يعني اللي هو هيعرف يوصل من شابتر بقى 17 18 ايا كان هو متاخر بقد ايه، اللي يعرف يوصل لاجدد شابتر ليه جايزه. والجايزه دي هتبقى جايزه كبيره، يعني جايزه ماليه وجايزه كبيره. فالفكره كلها ان انا محتاج ان انا ابقى اسرع منكم كلكم واوصل لاخر شابتر. طيب ده نوع من التحديات انا بعمله. في تحدي تاني انا ان شاء الله باذن الله هعمله على القناه دي، ان انا هبدا اكونت من اول وجديد، وهحاول اشوف الاكونت اللي من اول وجديد ده برضو. يعني هل هعرف ان انا بدايه انا كده معيش اي شخصيات، هل هعرف ان انا ازق في القصه واوصل لشابتر 23 ولا لا؟ طبعا ده يعني حاجه تانية هنعملها بس بعد التحدي الاول اللي احنا فيه. فطيب هتقول لي طب يا علي، انا مثلا ليتس سي انا واقف عند شابتر 19 مثلا، انا واقف عند شابتر 19 يا علي. لو انا مثلا انت واقف عند شابتر 17، فانا هوصل اسرع منك، هل كده ساعتها اخد الجايزه برضو؟ هقول لك اه ساعتها هتاخد الجايزه برضو. هي الفكره كلها ان انا بحسب انت فاضل لك قد ايه من الشباتر، وعلى هذا الاساس بحسب الجايزه هتبقى عامله ازاي. طبعا لو انت الشباتر بتاعتك يعني كتيره الجايزه هتبقى اكبر، لو انت الشباتر بتاعتك قليله الجايزه هتبقى اقل. بس الفكره ان هي ما ينفعش تبقى اقل من 17، يعني هي الفكره كلها ان هي ما تبقاش اقل من 17، عشان ساعتها بقى يعني ايه الموضوع هيكبر مني قوي. فهو ده التحدي، ان انا احاول اوصل من 17 لحد 23 في اسرع وقت. ولو حد فيكم عرف يسبقني في الموضوع ده هيكسب الجايزه. بس موضوع بسيط صح؟ طيب امتى انا هعمل الفعاليات دي؟ عموما الفعاليات دي عموما هعملها على بث مباشر ان شاء الله باذن الله. هكتب على الصفحه يعني في البوست البث ده هيبقى امتى. وحاليا كل اللي عليك تعمله ان انت تكتب لي في الكومنت انت واقف في شابتر كام، وفاضل لك كام شابتر عقبال ما توصل لشابتر 23. وانا طبعا هكتب الاسامي دي كلها، يعني عندي هدونها عندي، واسرع واحد هيوصل ومثلا يبعت لي سكرين شوت او يبعت لنا مثلا على الديسكورد بتاعنا ان هو مثلا واقف في شابتر كذا وخلص مثلا وصل للشابتر اللي هو الشابتر 23 ده اللي هياخد الجايزه، وده يعني هيطلع معانا على البث المباشر. جود لك لكله. انا طبعا ارجو ان انا اللي اكسب عشان يعني انا اللي ادي نفسي الجايزه. فجود لك ليكوا. اول حاجه لازم يعني نعملها بدايه، يعني لو انت زيي، اول حاجه لازم تعملها يا معلم ان احنا نسحب. سول ليفلنج يعني سحبات. لقيت ان التلاتة دول والسلاح وطبعا ديمونيك بلوم دول احسن حاجات موجوده. يعني انا شايف ان الباقي يعني
مش مهم يعني، دول تقريبا احسن شخصيات في اللعبه. برضو على حد علمي ممكن يكون في شخصيات تانية، يعني مثلا الشخصيه دي برضو بيقولوا عليها قويه جدا، بس لو انت زيي ما لعبتش بقالك كتير، فطبعا انت راجع ميح، انت راجع مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، فهتدوس على الريكومندد، هيقول لك ايه احسن شخصيات في الفري، يعني احسن شخصيات في الفري نجيب منها نسخ ايه. انا مثلا عندي توماس بس عايز نسخ، فهجيب نسخ من توماس، وهجيب من ايلا انا معيش ولا نسخه ليها، وهجيب من امايما، وطبعا هجيب نسخ من الديمونيك بلوم لانه ما زال احسن سلاح في اللعبه. سبحان الله، أنا اول سلاح قلت يا جدعان ده احلى سلاح في اللعبه، ونزل اسلحه كتيره ولسه ده احسن سلاح. لو انت شايف ان في سلاح تاني اكتب لي تحت في الكومنت. طيب دول السحبات بتوعي، خلينا نبدا ونشوف حظنا كويس ولا عامل ازاي. الواحد بقاله كتير جدا ما سحبش، بس هنا باين ان هي ما فيهاش حاجه. اوكي، كمان 10 سحبات. انا هنا بحاول بس يطلع لي نسخه من توماس، ماشي. لا يوجد شيء. اوكي، ياه افتكرت ان هي هتزمر دلوقتي. ممكن دي تزمر؟ لا لا برضه. عادة كان بيطلع لنا نسخة يعني اس اس ار من بعد السحبة ال 40. كنت دايما يعني كان عندي ريكورد في ان انا يطلع لي من عند السحبة ال 40، فالريكورد ده ما بقاش موجود ولا ايه؟ ماشي، دي 50 صح؟ المفروض اللي بعديها بقى صح؟ جرى ايه يا علي؟ جرى ايه يا علي؟ سحباتك ما بقتش بتطلع نتيجة ولا ايه؟ ايوه ادي توماس بقى، توماس يعني فاهم؟ حاول ارجع وبقوة وبتاع، فقال لها تديني توماس يلا، او 3 اس اس ار يبقى جامد برضه. ماشي اوكي، توماس صح؟ يو جلايس، ايزي ايزي، اي ستيل جوت ات. لسه عندي المهارة يا شباب، احنا لسه جامدين، احنا لسه جامدين بس كده. هذا ما كنت اريده. وطبعا انا هنعمل سحبه هنا عشان حاسس ان ملهاش لازمه، حاسس ان ملهاش لازمه، بس لسه برضو انا محتاج ان انا حرفيا ادرس كل الكلام ده كله تاني. فانا لست ادري ايه احسن شخصيات، بس انا عارف ان توماس كده كده توب. هو when the user gain a shield effect it activates overwhelming power effect. طيب دي حاجة حلوة، دي حاجة حلوة جدا. اتوقع ان ده بيخليه اقوى، واخد بالك؟ يعني جامد. بالنسبة للايتمز اللي معانا، لو انت برضو بقالك كتير ما لعبتش هتبص تلاقي ان هنا عندك في يعني بقوا بيوزعوا الحاجات اللي احنا كنا بنتعب عشان نجيبها دي، بقى بيوزعوا حرفيا ببلاش. انا اعرف ناس كتيرة جدا جدا اتبهدلت عشان تجيب الكلام ده كله، اتوزع ببلاش. يعني والله في ناس كان نفسها بس يعني حاجة، يعني مش عايزة ارقام معينة، مش عايزة ستاتس، فاهم؟ لا ده بس اديني بس نسخة. فاللي حصل بقى كمان في هنا اللي هي الاكسسوارز. طب حلو والله، وده هيدينا سلاح من دول. طبعا الاسلحة دي مفيش ولا واحد فيهم سلاح ما بوي، لا كلها مفيش، بس في سلاح اللي اسمها ايه دي، هي يا جدعان لسه كويسة. شفت يعني تير ليست بتقول ان هي هي لسه كويسه. اوه يا نهار ابيض. used to select and obtain one of the content. select بجد والله، اختار عادي؟ بتهزر. سولو ليفلنج بتضحي يا جدعان، سولو ليفلنج بتضحي. ده ايه ده كمان؟ يا نهار ابيض. نسخه من البلوم، نسختين. acquire one SSR Sunjin Woo weapon. يا نهار ابيض، احنا كده ممكن ارفع الديمونيك بلوم 2 صح؟ مش انا عندي الديمونيك بلوم 2، ارفعه 2 يا جدعان. يا جدعان اللعبة اتطورت يا جدعان بجد بجد، يعني في حاجات كتيرة جدا ظبطت، وفعلا ده وقت مناسب جدا ان الواحد يرجع يلعب اللعبة دي تاني، لان في حاجات كتيرة. يعني انا السبب اللي خلاني ان انا يعني ازهق منها ان ما كانش يعني كنت خلاص وصلت ان انا ما فيش اي حاجة مفيدة، يعني فاهم؟ مفيش اي حاجه كنت بعملها. بس في دلوقتي يعني ما شاء الله كميه حاجات انا محتاج ان انا اتعلم عنها تاني، ومحتاج ان انا اعرفها. يعني ريتيرنينج بلاير ده هيقعد يديني حاجات كده لطيفه ظريفه. ونيو كونتنت اهو، شادو ارمامنت فيتشر ادد ويبن ماكس ليفل اكستند. طب حلو والله، الويبن الليفل بتاعه زاد جامد. اوه اداني سبيشال جيت. بتهزر يعني ممكن اعمل سبيشال فند. واو 720 يا جدعان، 720. ضربت ليفل ونص على طول. 102 الف يا نهار ابيض. ده الواحد فاهم ياخد له جولة كده كمان 20 30 يوم ويرجع تاني. لا بجد جامد جامد. طيب عامة انا طبعا لسه في حاجات كتيرة جدا انا مش عارفها في اللعبة، فلو انت عايز تساعدني ان انا اعرف حاجات في اللعبة
جوين الديسكورد بتاعي. انا طبعا يعني هحاول قد ما اقدر ان انا اتفاعل مع الناس، يعني عشان الناس طبعا اللي هتساعدني هيبقى ليهم يعني حاجه كده زي ثانك يو، فاهم؟ يعني مش نفس الجايزه بتاعت الشخص اللي هيكسب، بس الناس اللي هتساعدني ان انا اكسب طبعا يعني لازم اروق عليهم، يعني ده كده كده. يعني اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله باذن الله هيبقى فيه بث مباشر قريب جدا. وبس كده، كان معاكم علاوي وشكرا ليكم.